الفيلم بيبدأ بكمية مهولة من لاعب باز يطير، كلهم موجودين على جزيرة ومرميين هناك. واحد منهم بيصحى وبيقدر يصحي باقي اللعب، بياخدهم وبيخرجوا علشان يستكشفوا المكان. وطبعا زي أي لعبة لسه جديدة بيكونوا مغرورين ومنفوخين كده في نفسهم، وبيشوفوا النجوم بالليل وبيكتشفوا إن ده هو رمز الفريق بتاعهم، وعشان كده بيقرروا يعملوا رحلة علشان يروحوا يدوروا على النجوم. على الناحية التانية بنشوف جيسي مع صاحبتها القديمة وهم بيلعبوا سوا، وصاحبتها دي بتكتب اسمها على رجل جيسي. بس المشهد بيتغير وبننتقل لبوني اللي هي صاحبة جيسي دلوقتي. بوني بتلعب معاها ومع باقي اللعب لحد ما فجأة بتشوف توأم، وبيبقى نفسها بجد تلعب معاهم أو تلاقي أي حد يكون صاحبها، أي حد غير اللعب. فجيسي بتخرج بره علشان يلاحظوا بوني، بس أول ما العيال بيشوفوها بيضحكوا عليها وبيجروا من هناك، وده طبعا بيخلي بوني حزينة جدا. وجيسي بتحس بالذنب والضيق عشان هي اللي زعلتها، فبتقرر تروح تشوف ايه الأسباب اللي منعهم من اللعب معاها. بتركب الحصان بتاعها وبتجري بيه على بيتهم. بتوصل هناك وبتلاقي انهم الاتنين قاعدين وعينيهم ملزوقة حرفيا في الشاشات اللي في ايديهم، كل واحد فيهم في عالم تاني خالص. جيسي بتشوف ان كل اللعب بتاعتهم مرمية بره في الشارع، وبتعرف منهم ان مفيش حد بقى بيلعب بيهم خالص من ساعة ما التكنولوجيا سيطرت على المكان، والاطفال بقوا يقعدوا على الموبايلات اكتر من اي حاجة تانية في يومهم، وعصر اللعب ده خلاص انتهى تماما. بس بوني لسه زي ما هي وما تعرفش اي حاجة عن جو الشاشات ده، لكن للأسف مامتها وباباها بيشتروا لها واحد لما بيلاقوها وحيدة وما عندهاش أصحاب، بيجيبوا لها ايباد وكمان اسمه ليلي. باني بتقعد عليه وبتتسحل فيه جدا زي اي حد مننا لما اتسحل اول مرة مع الفون. بتبدأ تقعد عليه طول اليوم وما بقتش تهتم بباقي لعبها خالص. هنا جيسي بتروح تتكلم مع ليلي وتقول لها بصي يا جهاز انتي، انا وباقي اللعب شغالين طول الصيف علشان نساعد بوني، وانتي بقى تيجي بالجهاز ده وتبوظي كل حاجة. ليلي بقى قعدت تستعرض مواهبها والتكنولوجي الحديثة اللي عندها، وبتقول لجيسي ان بوني محتاجة صداقة، وهي عملت ده فعلا. بعتت طلب صداقة للناس اللي حواليها وهم قبلوه، ودلوقتي هيروحوا يتكلموا مع بعض كمان. جيسي بتقول لها انها غبية ودول مش اصحاب حقيقيين، دول مجرد وهم. ليلي راحت قايله لها ان هو ده المطلوب يا جيسي عشان بوني تحقق كل اهدافها، وده هو كل هدفي في الحياة. جيسي بتقول لها انا عارفة ايه مصلحة بوني وانها محتاجة صاحب حقيقي يفضل معاها مش آلة تضحك عليها. وبتقول لها كمان ان هي عندها خبرة قديمة مع 3 اطفال، بوني وقبلها اندي وقبلهم كلهم ايميلي اللي شفناها في البداية خالص. بوني بتدخل وبتكتشف ان بقى عندها اصحاب على الانترنت وعازمينها كمان يخرجوا سوا، وبتخرج على طول تقول لأهلها وعايزة تروح معاهم بأي طريق، وهم بيوافقوا عادي. بس باقي اللعب بيبقوا مرعوبين من الموضوع ده وقلقانين جدا على بوني. فجيسي بتروح بالليل تتكلم في اللاسلكي الووكي توكي مع وودي وبتحكي له على كل اللي حصل. فهو قال لها ان الشاشات خلاص سيطرت على كل البيوت وما بقاش حد مهتم باللعب خالص. هي بقى بتفتكر ايميلي اللي اتخلت عنها زمان بالسهولة دي، وبتحس انها دلوقتي بتخسر بوني هي كمان وما بقتش مرغوبة. بس وودي بيقول لها انهم بيحبوها وانها اكتر واحدة عارفة بوني فلازم تساعدها. والجهاز بيعلق ووودي بيعرف انها محتاجة مساعدته. بس جيسي بتيجي تاني يوم وبتقرر تروح مع بوني لأصحابها الجداد، وبتدخل الشنطة مع الحصان بتاعها، وباني بتلاحظهم في العربية وبتفرح بيهم جدا لحد ما بتوصل عند صاحبتها الجديدة. هناك بتنزل علشان توريهم لعبها، بس هما بيتريقوا عليها وبيقولوا ان اللعب دي قديمة قوي، فبتجري ترجعهم وبتاخد ليلي علشان تبقى زيهم بالظبط. انتي بقيتي تمشي ورا الموضة والناس يا بوني. جيسي بتزعل جدا وبتنزل من العربية مع الحصان، وبيبقوا عايزين يطمنوا جدا على بوني. بيبصوا عليهم وبيستغربوا ان الاطفال حتى مش بيلعبوا، هم مجرد قاعدين يتفرجوا على الايباد، وكل واحد فيهم في عالم تاني لوحده. في اللحظة دي جيسي بتقع على الارض وبتيجي ست تاخدها، وبتبص على رجليها وبتكتشف ان صاحبتها اسمها ايميلي وعنوانها مكتوب هناك كمان، وبتاخدها وتوديها هناك وتسيبها في صندوق البريد.
بس جيسي بتخرج بسرعة وعايزة ترجع تاني، وبتفضل تجري في المكان لحد ما بتقع وبتلاقي الحصان ده، بتركب على ظهره وبياخدها في جولة حلوة لحد ما بينزلها في الاسطبل بتاعه. جيسي بتتحبس في المكان ده والحصان بيقع على الأرض، وبتيجي بنت اسمها بليز وبتشوف الحصان على الأرض وبتحبه جدا. أما جيسي فبتفضل مرمية تحت. في نفس الوقت ده باز بيجمع كل اللعب وبيقول لهم إنه عايز يخطب جيسي، يطلب إيديها يعني أول ما ترجع، وكلهم بيبقوا فرحانين جدا، بس بيتصدموا لما بيشوفوا وودي راجع وبيستقبلوه كلهم بفرحة. بيعرفهم إنه جه هنا علشان جيسي كلمته امبارح وكانت محتاجة مساعدة، بس باز بيقوله إنه كل حاجة تمام وجيسي المفروض تكون كويسة. وودي بيقوله إنه ما يعرفش، هو بس بيقوله على اللي عرفه امبارح. في نفس الوقت ده جيسي بتشوف الخنزير قدامها وهو جاي عليها، بتطلب منه يخرجها من هنا وهو ما بيترددش خالص، بيشيلها من هناك وبيجري بيها ورماها في أوضة اللعب القديمة. وبتشوف باقي اللعب وبتعرف منهم إن بليز بنت طيبة وبتلعب بيهم كتير، بس هي كمان ما بقتش تجيلهم من فترة طويلة، بقت ماشية مع العصر الحديث بس لسه بتحب اللعب وبتحب تلعب بيهم. بتشوف كمان جهاز اسمه إجمان، ده جهاز قديم وبطاريته ميتة، بيقول لجيسي إنه حافظ البيت حتة حتة وبيطلب منها تاخده معاها علشان يساعدها ترجع صح. وبالفعل بتاخده معاها مع إنها مش طايقة أي شاشة بتدخل البيت، بس بعدها بتدخل البيت مع إجمان وبيقول لها إنه عايز بطارية جديدة وبيوريها مكان البطاريات، وبالفعل بتجيبله بطارية وبيبقى فرحان جدا إنه رجع لطبيعته. وبيشوف باقي صحابه المحطوطين في الدرج وبيقول لها تشغلهم هما كمان علشان يساعدوها، وبالفعل بتعمل كده وكلهم بيرجعوا يشتغلوا مع بعض، بس جيسي بتبقى عايزة مساعدتهم فبيقول لها إن صاحبتها في الأوضة اللي فوق. هو كده بس أنا افتكرتك هتعملي حاجات كبيرة يعني. فعلشان يساعدوها كلهم بيطلعوا معاها ويدخلوا أوضة بليز. وأول ما جيسي بتشوف الأوضة بتفتكر إيميلي لأن دي أساسا كانت أوضتها زمان، بتقول لهم إنها كانت هنا في يوم من الأيام وحافظة كل شبر في الأوضة. بتلاقي الحصان بتاعها جنب باقي الأحصنة وبتنزلهم وخلاص عايزة تمشي من هنا، بس بليز بتدخل عليهم فبيستخبوا في الأوضة. جيسي بتشوف إنها بنت طيبة وبتحب اللعب، بس هي كمان وحيدة وما عندهاش حد، فبتقرر إنها لازم تكون صاحبة بوني والاتنين هيليقوا على بعض بالظبط. بترجع البيت وبيبقى باز وودي مستنيين جيسي اللي هي أصلا مش معاهم. وودي وباز بيطلعوا يتخانقوا مع ليلي لأنها كانت السبب في ضياع جيسي، بس هي بتلعب عليهم وتلعب لعبتها وتبعت رسالة لبابا بوني تقوله يجي ياخد اللعبة دي من هنا ويحطها على الرف، وبالفعل بيدخل عليهم ويعمل كده، بس باز وودي بيستخبوا تحت السرير. وهنا بيقرروا يساعدوا جيسي وبوني، وأول حاجة بيعملوها إن هما بيشيلوا شاحن ليلي. أما جيسي فبتروح بالليل تتكلم مع إجمان وأصحابه، وبيجيلهم فكرة إنهم يصوروا جيسي ويبعتوا صورتها لبوني عشان تيجي تاخد جيسي، وأول ما تيجي هتعرف بليز ويبقوا صحاب. دي فكرة عبقرية منك يا جيسي ويا رب تظبط. بتقول لهم يلا نلعب، بس هما ما بيفهموش أي حاجة في اللعب خالص، فقالت لهم اتفرجوا بس. وبتروح تصحي بليز، ومن أول ما بتصحى بتشوف جيسي والحصان بتاعها فبتلعب بيهم وبتدخل إجمان وصحابه معاهم وبتلعب بيهم كلهم، والكل بيبقى فرحان جدا، خصوصا ان دي أول مرة يحسوا بشعور اللعب الحقيقي. نرجع لوودي وهو بيروح يصحي ليلي وبتكون بطاريتها 10% بس، وبيسألها فين جيسي، ولما بتقوله ما تعرفش بيقدروا يسيطروا عليها. وهنا بتيجي رسالة لجيسي بس ليلي مش عايزاهم يشوفوها، ومع ذلك بيقدروا يشوفوها وبيطلبوا من ليلي تبعتها لكل أصحابها، وهي طبعا ما بتقدرش ترفض والأوامر لازم تتنفذ. بتعمل كده وبتفضل تقاوم، وصورة جيسي بتروح لكل الناس اللي عندها سواء أصحابها أو أهلها. بوني بتدخل تدور على جيسي ومش بتلاقيها مع باقي اللعب، وبتقول لهم إنهم لازم يروحوا للعنوان ده ويرجعوا جيسي، وبكده خطة جيسي ماشية تمام. بوني بتروح للعنوان اللي في الرسالة وباز وودي بيركبوا معاها في العربية، بس بوني بتلاقي أصحابها بيتريقوا عليها وعلى صورة جيسي، وده بيخليها حزينة جدا وبتحس إنها مختلفة عن الباقيين.
وبتوصل لبيت بليز وبتدخل عشان تاخد لعبها، بس أول ما بليز بتشوفهم بتقولها تاخدهم. بوني راحت قايلة لها لأ مش عايزاهم، مش عايزة ألعب بيهم تاني. بليز قالت لها بس دول أكيد يهموكي، فهي قالت لها لأ مش عايزاهم تاني وبتسيبها وتمشي وهي زعلانة. بس بليز بتقول لها هما معايا، وقت ما تحتاجيهم تعالي خديهم في أي وقت. بوني بتبقى زعلانة جدا، وليلي بتشوف إنها بوظت حياتها بدل ما تصلحها، وجيسي هي كمان حزينة وعايزة ترجع لبوني بس مش عارفة ازاي، وبتحس بجد إنها غير مرغوب فيها وإن المشكلة فيها هي. كل ما حد يلعب بيها بيتخلص منها بكل سهولة، فبتطلع عند الشباك وبتنادي على الحصان وبتنزل عليه وبتروح للمكان القديم بتاع صاحبتها إيميلي، والحصان بينط وراها. وباز ووودي بيبقوا عايزين يوصلوا لجيسي. فريق باز اللي ظهر في الأول بيوصل هناك وبيبقوا عاوزين يعرفوا مكان جيسي، فاكرين إنها حاجة مهمة عشان النجمة اللي على كتفها، وبيعلقوا وودي ويفضلوا يعذبوا فيه لحد ما باز الحقيقي بيوصل ويقول لهم يا جماعة انتوا فاهمين غلط خالص، احنا لعب، والبنت اللي بتدوروا عليها دي هي قائدتنا وانا المساعد بتاعها، ولازم ندخل المكان ده علشان نخرجها من هنا. وكلهم بيقرروا يساعدوه وبيدخلوا البيت مع بعض وبيفضلوا يدوروا على جيسي. بيدوروا في كل حتة وما بيلاقوش غير إجمان وأصحابه، بيعرفوا منه مكان جيسي وبيبقوا عايزين حاجة توصلهم هناك، فإجمان بيوريهم باقي الأحصنة ودول اللي هيوصلوهم لجيسي. أما بوني فبتكون قاعدة بتتغدى، وليلي بتشوف إنها كانت السبب في تدمير حياتها، فبتشتت انتباه بوني وترمي نفسها في صندوق الزبالة. في نفس الوقت ده جيسي قاعدة حزينة في مكانها القديم اللي كانت بتلعب فيه مع إيميلي. حصانها بيروح لها هناك وبتقوله يرجع، المشكلة فيها هي ومحدش بيحبها. بس فجأة بتلاقي كلام مكتوب على الشجرة بيقول جيسي كانت هنا، وبتلاقي صندوق في الأرض. الحصان الكبير بيجي علشان يخرجه لها، وبتلاقي فيه صور وذكريات، وبتعرف منهم إن إيميلي عمرها ما نسيتها، بالعكس دي اتجوزت وخلفت بنوتة وسمتها جيسي على اسمها. في الوقت ده ثقتها في نفسها بترجع لها تاني، ووودي بيدخل عليها وبتفرح جدا لما بتشوف، وبتفرح أكتر لما بتشوف كل أصحابها هناك. وباز بيشرح لها كل اللي حصل ويعرفها إنهم بيحبوها جدا، وهي بتفهم إن وجودها في حياة الأطفال مجرد فترة لأنهم بيكبروا ودي حاجة طبيعية جدا بتحصل. فبقى كل تركيزها دلوقتي هو إنها ترجع لبوني. جيسي بتبعت رسالة لليلي علشان توصل لبوني، بس ليلي بتقولها إنها رمت نفسها في الزبالة لأنها حست إنها دمرت حياة بوني. جيسي بتقولها تبعت لها موقعها وهم هينقذوها، وبالفعل بيقدروا يوصلوا لها ويعرفوا المكان اللي هي فيه، وكلهم بيركبوا الأحصنة بتاعتهم وبيطلعوا على الطريق. وليلي بتفضل تبعت لهم إحداثيات الطريق وبيوصلوا للمكان اللي هي فيه. بيدخلوا العربية ويدوروا على ليلي ويلاقوها تحت صندوق الكرتون ده، وبيشوفوا إن أصحاب النت دول كانوا السبب في تدمير بوني لأنهم ببساطة عيال مش متعلمين، والتنمر بالنسبة لهم أسهل من كلمة صباح الخير. كل واحد فيهم مستخبي ورا شاشة وبيعمل اللي هو عايزه. في الوقت ده بيبقوا عايزين يخرجوا من هنا علشان يساعدوا بوني توصل لبليز، فبيعملوا سكان للكيو ار اللي على ظهر باز يطير، وبتشتغل كل حاجة فيه وبياخد كمان ابجريد، وبدأوا يطيروا كمان وكلهم يطيروا وبيقدروا ياخدوا جيسي والباقي ويطيروا من هناك. والخطة ان ليلي تبعت رسالة لبليز وتقول لها ان بوني عايزة لعبها وتبعت لها العنوان كمان، وهناك هيتقابلوا ويتكلموا مع بعض. وقبل ما يمشوا باز بيعترف بحبه لجيسي، وهي بترد عليه بلطف حنية وضحكت يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بيننا اتشال. نرجع لبوني، بترجع للبيت وتنام على السرير وهي زعلانة. باقي اللعب بترجع وليلي بتبعت رسالة لبليز. بليز بتصحى من النوم وتشوف الرسالة وتعرف انها من بوني، فبتاخد اللعب وتروح ترجعهم لها، وبالفعل بتوصل هناك. بس بوني بتبقى خايفة كالعادة ومستغربة ان بليز بتلعب عادي باللعب، بس لما بتلاقي بوني ساكتة بتلم حاجتها علشان تمشي، وهنا بوني بتنادي عليها وتاخد لعبها منها وبتقول لها جزمة
وكوزمتك شكلها كول قوي، وهما الاتنين بيفضلوا يهزروا ويلعبوا مع بعض، وجيسي بتبقى فرحانة جدا. وبكده بوني بتاخد بليز ويقضوا اليوم مع بعض، وبيفضلوا يلعبوا كتير جدا بكل اللعب، وكل حاجة معاهم بتبقى جميلة قوي. وودي بيودع صحابه علشان يرجع تاني يكمل رحلة السفر بتاعه ولفه في كل مكان. وبكده بيخلص الجزء الخامس من قصة لعبة توي ستوري 5.